من أسبوعين عملنا مسابقة لأحسن تلاوة قرآنية، وكان هو ده الفائز في المسابقة دي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فما شاء الله عليه تلاوة جميلة جدًا، ولو عايز تسمع بقية التلاوة أو تسمع تلاوات بقية المتسابقين، فتقدر تخش سيرفر الديسكورد وتسمع التلاوات هناك أو تشارك في المسابقات الجاية إن شاء الله. ويالّا بينا نبدأ الفيديو. أنت لمّا بتصلّي بدون خشوع هو أنت بتسقّط فرض من عليك، ولكن الصلاة ما أثّرتش فيك ولا استفدت منها، ودي مشكلة أكبر مما أنت متخيّل. فعشان كده في الفيديو ده هاخدك في رحلة جميلة جدًا، وهاقول لك على أحسن طريقة للخشوع في الصلاة. في البداية كده اسمح لي أسألك سؤال، إمتى بيبدأ الخشوع في الصلاة؟ لو قُلت مع تكبيرة الإحرام أو بداية الصلاة فإجابتك غلط، الخشوع الصح بيبدأ مع بداية الأذان، فمع سماعك للأذان استحضر إن الله أكبر من أي حاجة أنت بتعملها دلوقتي، أكبر من الشغل، أكبر من اللعب، أكبر من الدراسة، أكبر وأهم من أي شيء أنت مشغول فيه. وعشان كده بمجرد سماعك للأذان أنت هتسيب كل اللي بتعمله وتوقّف حياتك كلها وتركنها على جنب، وتبدأ تكرر الأذان ورا المؤذن، ما عدا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، هتقول بدالهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أما باقي الأذان هتقوله زي المؤذن بالضبط، وبعد ما الأذان يخلص هتقوم تتوضّأ، وهتبقى مستحضر في لحظة وضوءك إنك بتشيل الذنوب اللي أنت عملتها، يعني لمّا بتغسل وشك أنت بتزيل ذنوب المحرمات اللي أنت نظرت إليها، ونفس الكلام مع الرجل والإيد، وبعد أمّا تخلّص الوضوء وخلاص خلصت من الذنوب كانت متراكمة عليك، لو أنت راجل فهتروح تصلّي في المسجد، ومجرد خروجك من البيت فأنا عايزك تستحضر حديث أنت غالبًا عارفه ولكن مش بتستحضره، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تطهّر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة." فأنا عايزك كل مرة تروح فيها المسجد تبقى مستحضر الحديث ده، وغير كده طول الطريق افضل اذكر ربنا، وافضل شيل من الذنوب اللي متراكمة على قلبك، وبعد ما توصل للمسجد وتصلي ركعتين تحية المسجد افضل اذكر ربنا أو اقرا قرآن لحد إقامة الصلاة، وافتكر إنك طول الوقت ده أنت ما فكرتش في الدنيا وراكنها على جنب، لأن كده ربنا مدبر لك كل حاجة، ومش مطلوب منك أي حاجة في الوقت ده غير إنك تعيش مع ربنا، ولما تقام الصلاة وتبدأ تصلي وقتها أنت شِلت ذنوب كتير أوي من على قلبك، وناسي الدنيا كلها، وداخل في أجواء العبادة بشكل كبير، فهتكون وقتها قادر بكل سهولة إنك تركز في الصلاة، وتبقى واعي بكل كلمة بتقولها، مش بتصلي بالأوتو بايلوت أو اللي هو بلا وعي، وهتبقى قادر بكل سهولة تركز مع تلاوة الإمام لو صلاة جهرية. أما لو في حالة إنك أنت هتصلي لوحدك سواء هتصلي سنة أو أنتِ بنت فمش هتنزلي المسجد يعني، فأهم حاجة وأنت بتصلي لوحدك إنك أنت تصلي بالراحة وبطمأنينة، والموضوع ده بانت أهميته في القصة اللي هاقول لك عليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فجه رجل وصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شافه وهو بيصلي، وبعد ما الراجل ده خلّص صلاة راح سلِّم على الرسول، والرسول رَد السلام، بعد كده قال له: "ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ." فالراجل رجع وصلى تاني، بعد كده رجع وسلِّم على الرسول تاني، والرسول قال له: "ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ." تاني مرّة. الراجل عمل كده 3 مرّات، بعد كده جه للرسول وما بقاش يعني عارف هو إيه الغلط اللي بيعمله، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: "والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلّمني." فالرسول صلى الله عليه وسلم رَد عليه وقال له: "إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها." إنك أنت دلوقتي أهم حاجة لمّا تيجي تصلي لوحدك إنك أنت تصلي بطمأنينة، تركع وتثبت في الركوع وتقول سبحان ربي العظيم بالراحة كده يعني ما تبقاش مستعجل، ولمّا تيجي تقوم من الركوع قوم وافرد ضهرك الأول ما تبقاش مستعجل برضه، ولمّا تسجد اسجد ويعني اللي هو اثبت في الأرض بقى، لازم تبقى مطمئن في الصلاة عشان تستفيد فعلًا بيها، وفعلًا تكون صليت صح يعني، لإن استعجالك في الصلاة بيخلّيك أكنك ما صليتش، فخلّي بالك من النقطة دي عشان دي مهمة جدًا، جدًا، وحاول لمّا تيجي تصلي لوحدك أو أنتِ تصلي لوحدِك إنِّك أنت تركّز على الطمأنينة، إنّك أنت تصلي بالراحة، وبكده إن شاء الله هتخرج من الصلاة هموم الدنيا اللي كانت عليك أقل، وأي قلق أو خوف كان في قلبك بسبب حاجة دنيوية هيكون أقل أو معدوم، وهتكون في قمة الطمأنينة والتأثُّر من الصلاة اللي نجحت إنّك تخشع فيها، وساعتها فعلًا هتفهم الغرض من الصلاة، وهتحس بفايدة الصلاة وهتحبها أكتر من الأول، وهتبقى مش قادر تستنى الصلاة الجاية عشان تخوض نفس الرحلة الجميلة دي، وهتعرف وقتها إن الصلاة راحة مش فرض تقيل عليك زي ما بيظن بعض الناس، وهتفهم وقتها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرحنا بها يا بلال." وبنسبة كبيرة أغلب الأحاديث اللي أنا قُلتها معروفة بالنسبة لك، بس مشكلتك إنك مش بتستحضرها وقت الصلاة، وده اللي بيقلل خشوعك بشكل كبير جدًا، فجرّب تخوض رحلة الخشوع دي من أولها مع بداية الأذان لحد التسليم 5 مرات كل يوم، وقُل لي جابت معاك نتيجة والّا لأ. وبس كده، السلام عليكم.